بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايب ولادي وبناتي سنه تالته اعدادي. النهارده هناخد الجزء الثاني من تفاعلات الاكسده والاختزال. هناخد المفهوم الالكتروني، وده المفهوم الحديث والاكثر دقه. بص يا صديقي وركز معايا في الحته دي. انا عندي مثلا ذره الصوديوم، وعندي ذره المغنيسيوم، وعندي ذرة الألمنيوم. الصوديوم 11 يتوزع 2 8 1، يبقى آخر واحد ده فلز. لو تبص على الذرة هنا هتلاقي الذرة متعادلة، هتلاقي ال ايه مكتوب فوقها فوق مفيش فراغ صفر، شحنته زيرو، عشان أي ذرة متعادلة الموجب قد السالب. طيب المغنيسيوم نفس الكلام، ذرة متعادلة، توزيعه 2 8 2. طب الألمنيوم شحنته متعادلة، ما هو ذرة، 2 8 3. يبقى الثلاث عناصر دول أو ثلاث ذرات العناصر دول آخرهم يا واحد زي الصوديوم، 2 زي المغنيسيوم، 3 زي الألمنيوم. دي بنسموهم عناصر فلزية. لما بيخشوا أي تفاعل كيميائي يميلوا إلى، ركز معايا في الكلمة دي، فقد فقد فقد. افتكر الدال. تمام. يبقى إذا يا مستر الفلزات تفقد إلكترونات. طب لما تفقد في الإلكترونات هتتحول من ذرة إلى إيه يا صديقي؟ إلى أيون. خلاص. مثلا الصوديوم كان متعادل، فقط واحد بقى أيون صوديوم موجب واحد. طب اللي فقد اتنين يبقى أيون صوديوم، أيون مغنيسيوم أنا آسف، موجب اتنين. طب اللي فقد تلاتة، التفاعل الكيميائي هيبقى أيون ألمنيوم موجب تلاتة. يبقى الثلاث ذرات اللي فوق فقدهم أثناء التفاعل الكيميائي. أهو اللي بيفقد ده ويتحول لأيون دي بتبقى اسمها عملية أكسدة. عملية أكسدة. يبقى اللي بيفقد دال يحصل له عملية أكسدة دال، ده طبقا للمفهوم الإلكتروني. طب اللي بيحصل له كده بيبقى اسمه عامل مختزل. يبقى اللي فوق ده اهي عوامل مختزلة. تمام. والعوامل المختزلة دي لما فقدت سواء كان واحد أو اتنين إلى تلاتة تحولت إلى أيونات. الفقد ده هو اسمه عملية أكسدة. نبدأ يا صديقي للفلزات. لو تبص يا صديقي هتلاقي الكلور 17 آخره 2 8 7، لا فلز طبعا ده ذرة. أما الأكسجين 8 يبقى 2 6، يبقى آخره 6 لا فلز. أما النيتروجين برضه ذرة 7، وزع ازاي 2 5. إذا يا صديقي اللا فلزات بتميل إلى إيه؟ بتميل إلى اكتساب وتتحول إلى أيونات موجبة. لا يا مستر، تتحول إلى أيونات سالبة تحمل شحنة سالبة. يبقى إذا الاكتساب، الذرة بتاعت اللافلز بتتحول لأيون سالب، صح؟ أو الاكتساب ده بقى بنسموه عملية اختزال. اختزال. فأنا عندي النيتروجين عامل مؤكسد هتحصل له عملية اختزال. نفس القصة الأكسجين عامل مؤكسد فهيكتسب ويحصل له عملية اختزال. أما الكلور زي ما قلت لحضرتك عامل مؤكسد هيحصل له عملية اختزال اللي هو الاكتساب. يبقى اللي بيكتسب دي عملية اختزال وبتحصل للعامل المؤكسد. تعالى بقى ناخد مثال. أنا عندي الصوديوم، ده الصوديوم لسه قايله ده فلز. وعندي الكلور برضه لسه قايل ده لا فلز. طب الصوديوم هيفقد إلكترونات. كلمة فقد يبقى ده عامل مختزل وهتحصل له عملية أكسدة. ادي الإشارة بتاعت موجب ظهري. طيب هنا الكلور هيكتسب
يبقى هو عامل مؤكسد، هيحصل له عملية اختزال وهتبقى إشارة شحنة سالبة.